المنتخب المغربي باغي يرجع الدين لمنتخب إيران اللي ما عمره كان رحيم بالمنتخب المغربي في المونديالات اللي دازوا. السلام عليكم. يواجه المنتخب المغربي للفوتسال السادس عالميا نظيره منتخب إيران الرابع عالميا يوم الخميس 26 سبتمبر على الساعة 1:30 بمدينة بخارى في إطار ثمن نهائيات كأس العالم أوزبكستان. لقاء المغرب وإيران في كرة القدم داخل القاعة هو مواجهة متكررة شهدت تنافسا كبيرا في العديد من البطولات الدولية. لعل أبرز المواجهات كانت في كأس العالم الفوتسال 2012 في تايلاند وكأس العالم 2016 في كولومبيا. إليكم التفاصيل، وقبل ذلك فأنتم أهل الدار الكبيرة واللي قصدكم ما يخيب، فرجاء إذا عجبكم محتوى القناة ديروا اشتراك ولايك وتعليق وشكرا. كأس العالم 2012 تايلاند واجه أسود الأطلس إيران في الجولة الثانية من دور المجموعات، ورغم الأداء الحسن إلا أن المنتخب المغربي انهزم بنتيجة 2-1 في مباراة تنافسية، مما عقد مساره في البطولة بعد هزيمته القاسية في الجولة الأولى أمام بنما بنتيجة 8-3، وخسرته في الجولة الأخيرة أمام إسبانيا 5-1 ليودع المنافسات من دور المجموعات. أما في كأس العالم 2016 كولومبيا فالمنتخب المغربي وقع مجددا في مجموعة صعبة ضمت إيران وإسبانيا وأذربيجان. بعد بداية غير موفقة بخسارة ثقيلة أمام أذربيجان 0-5، التقى المغرب بإيران مرة أخرى. المباراة كانت مثيرة حيث سجل المنتخب المغربي 3 الأهداف لكنه تلقى 5 أهداف لتنتهي المباراة لصالح إيران بنتيجة 5-3. على الرغم من قرب النتيجة إلا أن المنتخب المغربي لم يتمكن من تجاوز دور المجموعات بعد خسارته أيضا أمام إسبانيا 4-3. من خلال هاتين المواجهتين يظهر أن المنتخب الإيراني لم يكن قط رحيما بأسود الأطلس، فليتمكن المنتخب المغربي في نسخة مونديال 2024 من رد الدين وتحقيق الانتصار للمرور إلى دور الربع، وهو ما يجعل اللقاء المرتقب بين المنتخبين في دور الثمن النهائي مثيرا ومفتوحا على كل الاحتمالات. شنو توقعاتكم للماتش؟